سمي فيما بعد بالقاعدة السعوديين المدربين في أرض باكستان بتدريب أمريكي بأموال سعودية ومخابرات أيضا ومخابرات سعودية على أرض باكستان. ظهر ما يسمى بداعش بالأموال السعودية وبمراكز التدريب السعودية السرية. طيب من اللي أفرز هذا القاعدة والآن داعش؟ يظهر هؤلاء كما ظهرت القاعدة بن لادن ويحيى الظواهري وأولئك الناس يعني الذين ظهروا، هؤلاء من ضمن هؤلاء يعني جماعة داعش اللي هي جماعة يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذا معنى داعش، يعني داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقالوا ان هذا الشاب يعني كان من الإخوة، يعني من الإخوان، ظهر في أول أمره الإخوان. راحت لبنان تمارس صراع مع حزب الله، واستصدرت من مجلس الأمن قرار بنزع السلاح في سنة 2005 إذا ما خانت الذاكرة. حزب الله رد عليهم باغتيال ممثلهم، باغتيال ممثل السعودية وهو رئيس الوزراء رفيق الحريري. رفيق الحريري، نعم، في 2005 تقريبا. ومن هناك بدأت الكوارث، خسرنا العراق، خسرنا لبنان، كله بسبب السياسة السعودية. دافعت والله عن من يسمى حسن نصر الله، وهو ليس نصر الله إنما ينصر الشيطان، يسمي حزبه حزب الله وهو حزب الطاغوت وحزب الشيطان. ويبدو أن جماعة المشايخ في السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني، لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم. كلنا نتذكر كيف كانت دولة قطر تمول البنية التحتية في صعدة، وكان هذا خلاف الحوثيين في ذاك الوقت، وكلنا نعرف أن الحوثيين هم زيديين. هناك بند نوعا ما يعني الانفتاح على إسرائيل، ليس الانفتاح الرسمي ولكن الانفتاح الشعبوي. وأنكر وجود مكتب لإسرائيل في قطر، وأنكرت ذلك علنا، ويعرف أهل قطر وعلى رأسهم أمير قطر يعرفون موقفي. أنا لا أجامل يعني في هذا. وأنا حينما جاء بيريز بعد مجزرة قانا في قطر خطبت خطبة وقلت على الذين صافحوا بيريز أن يغسلوا أيديهم 7 مرات إحداهن بالتراب. احنا الآن علينا من الإدارة الأمريكية البنتاغون، وزارة الخارجية والبيت البيت الأبيض. نعم، البنتاغون، وزارة الخارجية والبيت الأبيض خطه واضح إن معانا. وما يثير قلق جيرانها، قطر لديها تاريخ في دعم جماعات لديها طبعا انتقلت من العنف أو كانت تمارس العنف وغيرها.